عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هي ديت الطريقة الأصلية يا جماعة لسلق اللحمة. هقولك ازاي تطلعي منها شوربة باللون التحفة دوت، وازاي تطلعي حتة لحمة دايبة من غير أي افتكاسات أو مكونات غريبة. نرجع بقى لورا الأيام الجميلة وأكل جدتي وجدتك وأمي وأمك. وازاي تطلعي منها حتة لحمة زي ما انتم شايفين كده. قبل ما ندخل الفيديو نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، دي مكونات الطبق الجميل بتاعنا. معايا كيلو من اللحمه، ومعايا طبق فيه طماطميه مقسومه 2 وجزرايه و3 فصوص حبهان وورقتين لوري وبصلايه مدعوكه كويس جدا بالملح والفلفل زي ما انتم شايفين كده. ديت المكونات الاساسيه في الطبق يا جماعه والاصليه. معايا حله على النار هنزل فيها بمكعب من الزبده صغير زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وكمان هنزل عليها بحوالي معلقتين 3 كده من الزيت، واقلبهم كويس جدا لحد ما الزبده دي تسيح مع الزيت كويس جدا. بعد كده هنزل باللحمه بتاعتي يا جماعه على الزيت السخن زي ما انتم شايفين هنا كده. انا بدي للحمه صدمه، وكمان بخليها تقفل كل المسام بتاعتها يا جماعه عشان ما تنزلش اي ميه منها. نزلت باللحمه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وبعدين هوزعها كويس جدا في الحله، وبعد كده مش هقلب فيها ابدا. زي ما انتم شايفين كده وزعتها كويس جدا زي ما انتم شايفين. اديتهم تقليبه كويس جدا يا جماعه لحد ما لون اللحمه اتغير واتحمرت كويس جدا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه دوت. التحميره دي يا جماعه بتديها لون وطعم مميز ونكهه مميزه جدا، هتعجبكم جدا. جربوها بالطريقه ديت مش هتندموا ابدا. نزلت عليها بقى بالطماطميه المقسومه 2 والجزره والثلاث حبايات حبهان والورقتين اللوري. هتعجبكم جدا الطريقه دي، جربوها. قلبتهم كويس جدا مع بعض يا جماعه لحد ما كل النكهات دي الحلوه دي تندمج مع بعضها كده وتتجانس مع بعضها، وتنزل لنا كل الطعم الحلو والريحه الحلوه اللي فيها. بعد ما شوحتها كويس جدا يا جماعه، على طول هنزل عليها بالميه المغليه، ولازم تكون هنا الميه مغليه جدا يا جماعه، علشان الميه المغليه دي بتكمل معانا عمليه التسويه، وكمان بتقفل لنا برده مسام اللحمه كويس جدا، وبتسرع لنا في عمليه التسويه. هبدأ بعد كده أشيل كل الزفارة أو الريم اللي بيبقى على وش اللحمة ده يا جماعة. زي ما انتم شايفين بيبقى طالع كده على وش الشوربة. هبدأ أشيله ده علشان ما يقلبش في الشوربة مننا، وكمان يسوتها ويغير لونها، وكمان يخلينا طعم الشوربة مش حلو. وبعد كده هنزل بالبصلايه المدعوكه كويس جدا بالملح يا جماعه. انا كنت مقطعاها ناعم ودحكاها كويس جدا بالملح والفلفل، بيدينا طعم ونكهه حلوين جدا يا جماعه. وهديهم تقليبه كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين، وبعد كده هغطي عليها واسيبها تكمل السوا. طبعا انا مش هملح هنا يا جماعه لان الملح بيوقف لي عمليه التسويه. انا مش هملح في المرحله اللي هملح فيها هقول لكم واوريها لكم. هغطي عليها بقى واسيبها تستوي على اهدى نار، لان النار الهاديه هي اللي بتسوي لنا اللحمه وبتطلعها لنا زي الزبده يا جماعه. في المرحله دي هكشف عليها يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وبتكون اللحمه هنا خدت 3/4 التسويه بتاعتها زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بقى ببصلتين سلام زي ما انتم شايفين كده. البصلتين السلام دول هيدوها نكهه وطعم جميل جدا ومميز كمان يا جماعه. هتشربوا حرفيا احلى شويه شوربه بالطريقه ديت. وكمان هملح بقى واظبط الملح المظبوط بتاعي واديهم تقليبه كويس جدا مع بعض، واسيبها بقى تتشرب الملح بتاعها وتتظبط مع الملح، وكمان تاخد نكهه البصلتين اللي انا حطيتهم دول يا جماعه. واغطي عليها واسيبها تكمل باقي التسويه بتاعتها لحد ما تطلع لنا حبه شوربه جمال كده وطعمهم لذيذ وتحفه. حرفيا هتشربوا احلى شويه شوربه بالطريقه ديت. تعالوا بقى شوفوا لي اصفى لون شوربه واطعم طعم شوربه. حرفيا هتعجبكم جدا. انا مش عارفه اوفي حق امي ازاي في تعليمها ليا الطبخ بالطريقه الجميله ديت. حرفيا هي كانت ست تستحق كل الشكر. دعوه ليها من قلوبكم الطيبه في الايام الطيبه دي يا جماعه. كمان هوريكم حته لحمه دايبه جدا، حرفيا دايبه دوب بتدوب في بقكم. شايفين؟ شوفوا بقى الفص بتاعها عامل ازاي. تحفه تحفه تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. دمتم في امان الله ورعايته. كنت معكم صباح السعيد من مطبخ توكلنا على الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.